كانت فأكراني هحرق قلبه لما يشوف مراته وهي بتخونه معايا وفي حضني بس هو طلع إذك مني وطلقها وانا ألي إدبست فيها واتجوزتها وطلعت واحدة خينه ملهاش أمان شرطة سفلية وانا مالي بكل ده ليه تخطفني وتجيبني في المكان الغريب ده لو سمحت فكني وسبني امشي بضحكه كلها شر أسبت زاي يا دكتورة دأنتي أليه جيبيه لحد هنا مذلول قدامي هي بصدمة وخوف لو سمحت أنا مليش دعوة بمشاكلكم مع بعض وكمان أنا مفيش بيني وبينه أي حاجة عشان تذله بين بخبث وهو بيقرب منها أكتر أزاي مفيش بينكم حاجة دا أنا مشوفتش أبو علي واقع في الحب زي ما شوفته واقع فيكي أصل أنتي متعرفيش أننا كنا أصحاب قبل ما نبقى أعداء بكت بخوف لو سمحت متقربش مني ضحك بشر ده أنا هقرب وهعمل اللي يحرق قلبه عليك العمر كله ارتعدت وعادت تزحف للخلف وهي تراه يقترب بخفه ذئب يستعد للانقضاض علي فريسته اصطدمت بالحائط برعب وهي تراه ينزع سترته تلاها قميصه وعينيها تبثها بالرعب هزت رأسها برفض وصراخ اقتحم حسن المنزل وركل الباب بقدميه بقوة وفزع عندما رأها تصرخ والآخر يحاول تجريدها من ملابسها ركض إليه حسن وقام بركله بقوة بعيدا عنها وهي تصرخ وتحاول إخفاء جسدها دخل سيف صديق حسن ليلحق به لكنه تراجع سريعا وغض بصره بعد رؤيته لها بثوبها الممزق وجسدها الشبه عار نجمة يات ركض أي حسن وهو يقوم بضرب طارق حسن سبهولي الكل بده وروح شوف الدكتورة بسرعة التفت حسن ينظر ليها بثيابها الممزقه وقلبه يخفق بقوة من شدة الصدمة لم يستطع منع نفسه من سؤالها بقلب محترق وكرامة رجل شرقي تناثرت هنا وهناك عملك حجه؟ حصل حجه ردي أبوس أيدك يتبع إحداث الرواية الباقية شيقة وممتعة جدا لازم تقروها يد تشير إلى أسفل